إحدى خطابات الملك محمد السادس عبارة خطيرة لها ما بعدها، وهو يؤكد للشعب المغربي أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله. طبعا هذه من البديهيات، لن يفعلها الملك، لكن ما الذي دفعه إلى أن يقولها؟ لماذا؟ كما تفضلت، هذه من البديهيات، وأن أي مسلم لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو أن يحرم ما حرم، لأن انعقد إجماع الفقهاء من أولهم إلى آخرهم أنه من استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة كفر، ومن حرم حلالا معلوما من الدين بالضرورة كفر، بإجماع الأولين والآخرين. لذلك لا يملك مسلم أن يحرم حلالا معلوما من الدين بالضرورة وليس شبهة، أو يحل حراما معلوما من الدين بالضرورة وليس شبهة، فإذا فعل ذلك فهذه ردة وعياذا بالله. ولذلك نستحضر الآن قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني التحليل والتحريم حق لله وحده، من خصائص الربوبية وخصائص الألوهية، أن التشريع له وحده، وأن التحليل له وحده، وأن التحريم له وحده، وأن العلماء إنما هم ليبينوا الحلال من الحرام فيما استشكل علينا من الحلال، لا وإلا فالحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، فمن اتقى المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث. لكن العلماء لا يحللون ولا يحرمون، ولذلك أمرهم مشروع في الأمة. ألم يقل ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أهل الذكر لا يحللون ولا يحرمون. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله يعني الله، يعني هذا الاستفهام للتقرير. الله أذن لكم أم على الله تفترون. التحليل والتحريم إما أن الله أذن لك وإما أنك تفتري، ولا منطقة بين المنطقتين. إما أن الله أذن لك وعندك من الله برهان وأن هذا الأمر حلال وهذا الأمر حرام، فأنت على بينة من ربك، إذن الله أذن لك. أين أذن لك؟ في الكتاب وفي السنة. وإما أنك تفتري، فليست هناك منطقة رمادية. فالذي يحلل أو يحرم هو الله وحده، والعلماء يبلغون للناس ما أحله الله. لذلك ملك البلاد حفظه الله عندما يردد هذه المقولة، وقد رددها من قبل الحسن الثاني رحمة الله عليه، بصفتي أميرا للمؤمنين: فإنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا. طيب، عن أي حلال وعن أي حرام يتحدث أمير المؤمنين؟ يتحدث عن الحلال الذي أحله الله، ويتحدث عن الحرام الذي حرمه الله. وفي تقديري أن ملك البلاد يلقي المسؤولية على كل من تولى أمر التشريع أو حاول بطريقة أو بأخرى أن يقفز على نص معلوم من الدين بالضرورة أو على حكم شرعي واضح منصوص عليه في الكتاب أو في السنة. لذلك هذه اللجان التي كلفها الملك حفظه الله من أجل مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، وضع معهم المجلس العلمي الأعلى، والمجلس العلمي الأعلى أدرى وأعرف بأن هذا الأمر فيه خرم أو فيه معارضة لنص من نصوص الكتاب أو لنص من كتب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملك البلاد يلقي بالمسؤولية على هذه اللجان، وعلى وجه الخصوص المجلس العلمي الأعلى. لذلك يقول: أنا لا أحلل حرام، بغيتوا تحللوا أنتم مسؤولين يوم القيامة. يتبرأ بصفة أمير المؤمن: فإنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا. الآن بدأ من يطلب بالعلاقات الرضاعية رفع التجريم عن، لأن الدستور المغربي أو القانون الجنائي المغربي يحرم الزنا. والآن
أرادوا أن يسموه بتسمية أخرى، العلاقات الرضائية، رفع التجريم. يعني هذا القانون الذي يجرم الزنا يريدون رفعه في لاحق الأيام، ويطالبون بذلك. وزير العدل وهبي يطالب بذلك، رئيس الاتحاد الاشتراكي الأستاذ الشقر يطالب بذلك نهارا جهارا، لا يعني بكل وهم جمع غفير. فإذا يرفعون التجريم، يريدون أن يرفعوا التجريم عن الزنا، ولكن لا يسمونه زنا، لأنه إذا سموه زنا فالناس يقولون وحل يقول الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذا ما يمكنش الزانية والزاني إلى آخره، لا يمكن أن فإذا لابد أن يسموه بتسمية أخرى لطيفة، علاقات رضائية. كما أباح من أباح الربا وسموه الفائدة، وكما أباح من أباح الخمر وسموه بتسمية أخرى. ولذلك صحيح البخاري تجدون باب من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، وكذلك يزنون ويريدون أن يسموا الزنا والدعارة والعهر بغير اسمه، والربا يسمونه بغير اسمه، وهكذا يصير الضلال، ويتفشى الضلال ويتفشى المنكر في المجتمع. الزنا زنا، علاقة رضائية إذا كانت غير رضائية فهو الاغتصاب، وإذا كانت رضائية فهو الزنا. ثم أنا أسألهم لماذا لا يكون تعدد؟ الآن يريدون أيضا منع تعدد الزوجات. لعلمكم قبل اليوم الأحد الأستاذة نبيلة منيب دعت إلى تحريم ومنع تعدد الزوجات. فإذا هذه ألم تسمع من الملك بصفة أمير المؤمن فإنني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا؟ سمعت أم لم تسمع؟ إذا كانت قد سمعت ثم تمادت كما تمادى الأستاذ وهبي للأسف وزير العدل، إذا كانت قد تمادت وهي قد علمت من الملك ما علمت فإنها امرأة لا تستحي، وإذا كانت قد علمت ثم قالت ما قالت فإذا هي ليست جديرة بالمنصب الذي هو رئيسة حزب الاشتراك الموحد ولا شيء حاجة من مثل هذا القبيل. هناك نصوص شرعية واضحة صريحة في القرآن وفي السنة لا يجوز العبث بها البتة، وإلا وأنا كنت قد رددت عليه على صفحتي، قلت للأستاذ منيب وإلا فأنتم ستدفعون الناس لأن يتزوجوا على سنة الله ورسوله سرا، فإذا ضبطتهم الشرطة فسيقولون لكم هذه علاقة رضائية. ملك البلاد عنده الزنا حرام، وعنده تعدد الزوجات نص عليه كتاب الله، وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سليل النبوة، وهو من أوصافه في الدستور المغربي وفي القانون المغربي وفي العرف المغربي حامي الملة والدين. ملك البلاد يوصف بهذه العبارة: ملك البلاد حفظه الله وحامي الملة والدين. من الزنادقة ومن الملاحدة ومن بني علمان ومن الملك حفظه الله أمير المؤمنين يحمي هذه البلاد ويحمي دينها وملتها. خلاص. الله قطعت كيف يقولوا قول كل بليغي. ما شاء الله عليك يا شيخ. أنا طبعا كان عندي أسئلة لك عن مدونة الأسرة، لكن ربما أننا سنفرد لها يعني حلقة مستقلة. يعني هناك من يقول أن المدونة هذه أو بعض القوانين يعني تضيق على الحلال، يعني من يريد أن يتزوج صعب وقوانين وورق، لكنها أصبح الحلال سهلا والحرام سهلا والحلال للأسف صعب. يا شيخ دعني أقول بارك الله فيك بأن الآن في هذه الأيام بالذات منذ أن أعلن أمير المؤمنين وأمر جهات معينة بمراجعة مدونة إلا وتكاثرت وتناسلت الإشاعات. سيكون القانون فيه كذا والمدونة فيها كذا والمرأة ستكون متحررة من كل سلطة للأب وتسافر لوحدها ومشي شغل الأب والنفقة بزز منه وإن طلق وإلى آخره كل ذلك كذب في كذب ولم يصدر شيء. الآن يا الله بدأوا يشكلون اللجان التي ستدرس، لكن هناك من يستبق الأحداث وكأنهم يؤثرون على هذه اللجان من كل واحد يعني من منظوره الإيديولوجي أو الديني أو العقدي. لا يوجد شيء أبدا أبدا أبدا. أصلا هذه المدونة لا يمكن أن تعرف النور إلا بعد
حوالي 6 أشهر، ثم بعد ذلك تعرض على ملك البلاد ويراجعها، وإذا وجد ما فيها ثم تعاد إلى آخره. لكن الآن لو اطلعتم على المواقع وعلى بعض الصحفيين وبعض المؤثرين هنا وهناك، وستجد العجاب من الكلام الباطل الذي لا أصل له أبدا. طيب احسم لي هذا السؤال الذي قلته أنت قبل يومين، أو النقطة هذه قبل يومين عندي في اللايف، كنت موفقا جدا. الفرق بين حرية المعتقد وحرية الردة، ما الفرق بينهما؟ كثيرا ما يتغنى بعض الذين لا علم لهم بأن الله عز وجل حسم في حرية الاعتقاد، ويستحضرون الآيات الكثيرة في هذا الباب: لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فيفحمونك، يقولون لك لا والله القرآن حسم في هذا الموضوع نهائيا، هناك حرية الاعتقاد. الإسلام سبق كل المجتمعات وكل الحضارات وكل الثقافات وكل الديانات في ضمان حرية المعتقد. ولذلك عندما يأتي 12 مليون ولا 14 مليون من السياح عندنا، فيهم يهود، فيهم نصارى، وفيهم ملاحدة، وفيهم زنادقة، وفيهم بوذيون، فيهم عباد البقر، ما عندناش مشكل، لكم دينكم ولي دين، لا نكره أحدا على. لكن الموضوع وهو حرية الردة. حرية الاعتقاد شيء، وحرية الردة شيء آخر، لأن الإسلام لا يريد من أحد أن يعبث به. أنت يهودي نصراني بوذي شغلك، لكن أن تدخل في الإسلام شهر شهرين عام عامين وبعد ذلك تقول لا والله أنا هذا الإسلام ما أعجبني، هذه ردة. أو تكون من أبناء المسلمين، تربيت في بيت المسلمين، تسمع الأذان، ربما تذهب إلى المسجد مع والديك، تستمع القرآن، ربما تقرأ القرآن، ربما تحفظ من القرآن، يعني عشت مسلما في وسط المسلمين إلى أن وصل عمرك 25 27، ثم طلعت علينا في لايف وتقول أنا بريء من الإسلام وأهله، وبريء من نبي الإسلام، وبريء من رب العالمين. أصلا هذه ليست حرية معتقد، هذه حرية ردة كما يعتبرونها هم. حرية الردة، حرية الردة تساوي عندنا ما نص عليه الإمام البخاري: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. هما خمس كيبانوا جوج ولكن هما غير وحدة. والتارك لدينه المفارق الجماعة الذي يريد شق عصا الطاعة في البلاد ويريد إثارة البلبلة والفتنة وإلى آخره، فهذا يقام عليه حد الردة يقينا. جميل جميل. أنا قبل أن أختم لك بسؤال عن العشرية السوداء التي كنت مشاركا في قتل الجزائريين، دعني أقرأ لك يعني 3 أو 4 أصدر كلمات رائعة للملك الحسن الثاني في كتاب ذاكرة ملك الصفحة 147. هي تدخل في إطار ما أنتم بصدده أنتم كمغاربة في مسألة العلاقات الرضائية ومدونة الأسرة وهذه الأمور. يقول الحسن الثاني: إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة وعلى روح الواجب إزاء الأسرة والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة والإباحية عن طريق اللباس مما يخدش مشاعر الناس، إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في عهد القرون الوسطى على أن يكون حداثيا. ألم أقل لك إنهم تربوا، ملوك المغرب تربوا على الإسلام. ملوككم رائعين، أنا لذلك ألم أقل لك إنهم تربوا على مائدة القرآن يا رجل. الله يا أخي، خصوصا الملك هذا. أنا الآن أعكف على ذاكرة ملك ولي فيه لايفات. والله شوف هذا الملك والذي قبله والذي قبله والذي سيأتي بعده كلهم يتربون على مائدة القرآن والسنة. ولذلك أنا يعني أختم هذا الكلام كله بأنني أستغرب أن يوجد في المغرب شخص يستهين بالدين ويلغ في ذات الله وفي آيات الله وينكر سنة. أخي أسعد، نسيت أخي أسعد. سمعت بأن أحد التبونيين قال لك بأن الشيخ الفيزازي كان يقتل ويبقر أيوة هذا السؤال ويأخذ
ايوه ايوه. ويأخذ الأطفال ويذبح الأطفال أمام أعين، يعني ودخل خمس سنين ولا 6 سنين ويدخل ويخرج. يا رجل عندكم المخابرات في الجزائر. أنا دخلت مرة واحدة في سنة 1990، مرة واحدة، وخرجت ولم أعد أبدا، وقضيت هناك يعني انت دخلت قبل العشرية السوداء؟ قضيت هناك 11 يوما، وكنت ضيفا عند الشراط يخلف الذي قتل العسكر، كان برلمانيا قبل العشرين. طبعا لا يمكن أن أدخل والحرب قائمة والحرب الأهلية ولا من. دخلت قبل العشرية السوداء، وإذا كنت قد دخلت بعد بدون شك المخابرات تعلم، المخابرات الجزائرية أقصد تعلم. فأنا لم أدخل سوى مرة، لكن يقول هؤلاء حقيقة هؤلاء بلغوا من الحمق مبلغا، ويمكن أن يقولوا لك أي شيء. يا شيخ هؤلاء نسبوا كل جرائم القتل في العشرية السوداء إلى مغاربة لست أنت، يقولون أن من نعم، مغاربة، بس كنت أنت كان لك النصيب الكبير، قالوا كنت تبقر بطون الحوامل وتأخذ الجنين ثم تغليه وتأكله. يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ألا لعنة الله على الكاذبين. إذن يا شيخ أنا أشكرك شكر جزيل على هذا دعني أسألك سؤال صريح، هل تتحسسون من إثارة مثل هذه المواضيع أنتم كمغاربة؟ بالعكس، نحن نتقرب إلى الله بهذه المواضيع، وتحدثنا فيها 1000 مرة في 1000 موقع، ولا أحد يقول لنا ما لكم جارين علينا الصداع. أبدا، بالعكس أنا أعتقد أن خطابي هذا يرسخ للدين الإسلامي، أي لكلمة الله، ويرسخ لوحدة الوطن، أي للكلمة الثانية الوطن، ويرسخ للحكم الملكي، حكم إمارة المؤمنين في هذا الوطن. جميلة. أنتم والملك يد واحدة ضد من يشكك في كتاب الله أو يعتدي على كتاب الله وسنة رسول الله. إذن يا مغاربة أنا أختم بهذه، ما دام أن الملك هو حامي الدين والملة عندكم فلا خوف عليكم، فليمدد أبو حنيفة ولا يبالي، وليلحد من ألحد وليشكك من شكك، ما دام وهناك كأمثال الشيخ الفزازي ومغاربة واعيين وملك نشأ على الدين. شوفوا كلام الحسن الثاني، شيء جميل جدا. لا أرى إلا أن أقول لك يا شيخ الله يزوجك، قل آمين. آمين. استودعك الله. ممدودة. شوف الأخ كتب اسمي واسمك بالأمازيغي، أول مرة أشوف اسمي بالأمازيغي، يعني اسمي كذا بالمناسبة أنا أمازيغي والله وبالله وتالله لا أعرف حرفا واحد لا أعرف. شوف اسمك. طبعا هذا عيب فيا، هذا عيب فيا ونقصان فيا، لكن هذه هي الحقيقة، لا أعرف ولا حرفا واحدا. طيب شوف ما أجمل اسمك، شوف يعني الحروف كذا حلوة جدا والله لا والله ولا حرف واحد. ولكن أنا كمغربي أود أن ترحل اللغة الفرنسية وأن نستبدلها باللغة الأمازيغية، لأن لغة الوطن، فلتكن هناك العربية والأمازيغية وبس. جميل. وأريدك أن تختم بكلمة في دقيقتين لا تطولش، يعني للمتعصبين من الأمازيغ وللمتعصبين من العرب، قل لهم كلمة أخيرة كذا نفاعة. والله من يتعصب للغته من يتعصب للأمازيغية على حساب اللغة العربية فهو لا يفهم حتى الأمازيغية، ولا يفهم الأمازيغ ولا تاريخ الأمازيغ الذين هم من أشد الناس نصرة للغة العربية وللدين الإسلامي ولحفظ القرآن الكريم والمتون والشروح والأحاديث، ذلك باللغة العربية. لا يوجد عندنا مكتبات في التفسير ومكتبات في شرح الحديث وفي العلوم بأي لغة أخرى سوى باللغة العربية. فهذا الذي يتعصب للأمازيغية باعتباره أمازيغيين ومن عرفوا العرب فليرحلوا، هذا أصلا هو عدو لقبيلته ومنطقته، وعدو للأمازيغيين أجداده، أبائه وأجداده وأجداد أجداده. هذه وحدة اثنين. العربي الذي يتعصب للعربية وينكر الأمازيغية هذا جاهل بدينه وجاهل بمفهوم العربي هو الذي يتكلم العربية، حتى إن كان أمازيغيا أو إسبانيوليا أو فرنسيا. من يتكلم بالعربي فهو العربي. وكيف نقف أيها العربي، كيف تقف في وجه لغة وفي لسان آخر والله يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
فكيف تقف في وجه آية من آيات الله تبارك وتعالى ألا وهي اختلاف بالعكس،